إن المعمل اللي موجود هنا في مصر ما كنتش مطمن لها، فبعت العينة لمعمل تحاليل في هامبورغ. اشمعنى يعني؟ علشان كنت شاكك إن في تسمم في جسم الحاج، والمعمل ده عنده أجهزة حديثة جدا بتكشف السموم بكل دقة، وبتحدد نسبة السموم اللي موجودة في الجسم قد إيه. ولقيت ايه يا دكتور؟ لقيت إن نسبة السموم في جسمه فوق الحد الطبيعي، والمفروض إن النسبة دي حسب قياسها من العينة بتكون هي اللي أدت لموته من قبل كده. بجد الكلام اللي حضرتك قلته ده يا دكتور؟ يا حاجة أنا سألتك وعايز إجابتك قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام المحكمة الموقرة. ونعم بالله. ما انكرش ان كمال هدده اكتر من مره بالقتل، لكن ده تهديده بس. كمال ده انسان طيب قوي ومحترم وبيخاف ربنا. كان كل اللي عايزه ان هو بيطالب بحق امه الله يرحمها اللي حقها راح، ان سيد الدقاق اتجوزها وخد كل فلوسها ورماها في الشارع هي وابنها كمال لما كان صغير. انا شاهد على كل ده يا سياده القاضي. وبعدين بصراحه بقى سيد الدقاق ده كان انسان اناني قوي، ما كانش بيحب الا نفسه، كان بيكره ولاده، كان بيكره كل اللي حواليه. حتى انا ما سلمتش منه ومن شره، وانا اللي خدمته العمر ده كله. أستاذ إيهاب، أنا هسألك سؤال من الآخر. كمال أخوك اللي أنت عارفه وعارف أخلاقه ممكن يقتل أبوه؟ ممكن يقف قدام أبوه ويبص في عينيه ويجيب حبل ويلف حوالين رقبته ويخنقه ويسرقه وبعدين يضربه بالرصاص؟ أنا هقول لحضرتك اللي عندي. إحنا كلنا نتاج سيد الدقاق، كمال اللي في القفص ده، ويوسف اللي اتجنن قدام هيئة المحكمة الموقرة، حتى وحيد اللي في البيت احتمال ترجع له حالات الصرع اللي كانت بتجيله، وسمر اللي لا حول لها ولا قوة، وأنا نتاج سيد الدقاق. أنا مش عارف أنا إيه، أنا نور وماضي، مش عارف أنا خير ولا شر، أنا إيجابي ولا سلبي، مش عارف كنت بهاجمه في الجرايد علشان بدافع عن مصلحة الوطن بجد، ولا عشان بكرهه وبتصيد له أي خطأ. مش ممكن كمال يقتل المجني عليه لوحده. أنا بعترف يا سيادة القاضي، بعترف إن اللي قتل الحاج سيد كلنا، ومش إحنا وبس، فردوس والتجار اللي بره، كل الناس كانوا عايزين يقتلوا سيد الدقاق. ويمكن هو اللي قتل نفسه. دي شهادتي. مدام دلال، أنت بقى اللي اكتشفت الجريمة؟ أيوة أنا كنت عايزة أطمن عليه عشان جوزي مهما كان وكان محتاجني وبيحبني، لولا الحية اللي اسمها لقاء اللي لفت عليه ودخلت البيت. أكيد يا سيادة القاضي ليها يد في اللي حصل. كمال ضربه بالرصاص، لكن مش هو اللي لف الحبل على رقبته ولا هو اللي سرق الفلوس. الدفاع عاوز يضيف أي حاجة؟ لو سمحت لي يا سيادة القاضي، من فضل حضرتك أنا معايا تقرير كنت محتاجة حضرتك تطلع عليه، وهو ده اللي بيثبت براءة كمال. ممكن؟ اتفضلي هاتي. طلباتك ايه يا استاذ؟ وطالب بإعادة تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة. وكانت المفاجأة مدوية داخل قاعة المحكمة، فقد اكتشف الطبيب المعالج أنه ربما يكون قد مات بالسم. الكل يترقب، ولكن الطب الشرعي كان قد أكد وفاته بالخنق ولم يكشف عن شيء آخر. ويبدو أن تقرير معمل هامبورغ كان له رأي آخر. ترى هل لا تزال هناك مفاجآت في هذه القضية؟ بتكتبي ايه؟ ده فصل من فصول القصة اللي مش هتخلص، اللي بقت حديث مصر كلها. قلبي معاك. قولي يا ايهاب، احنا هنشتغل تاني ولا هنعمل ايه؟ طبعا هنشتغل. ايه يا ريم؟ ده
بس الامن مش هيدخلنا بكره الا لو الامن ده على نفسه، مفيش حاجه اسمها مش هيدخلنا. الجرنان ده بتاعي، محدش هيقدر ياخده مني مهما حصل، والامن اللي بتتكلمي عليه ده هو اللي هيمشي مش انا. يعني انا ابويا اتقتل 3 مرات، قتلت الراجل ثلاث مرات. ليه كده؟ ليه تضربوه بالرصاص وبعدين تشنقوه وبعدين تسموه يا كلاب؟ لا 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 لا، انتوا سميتوه الاول وبعدين شنقتوه وبعدين ضربتوه بالرصاص يا مجرمين يا مجرمين. ممكن اخرس خالص ومش عايز اسمع صوتك. طبعا انت مش عايز تسمع صوتي، انت بالذات مش عايز عشان انتوا سميتوه يا عصابه سميتوا الراجل، سميتوه وتلاقيك مش عايز تسمعني. انت بالذات انت مش عايز تسمعني عشان انت انت سميتني ليه يا وحيد؟ ليه انا سميتوني يا كلاب يا عصا انا هروح ابلغ البوليس، دلوقتي انا يا كلاب يا رب. الو يا استاذ عبد الصمد، تقرير الطب الشرعي خلص؟ راح المحكمة؟ طب ما تعرفش فيه ايه؟ طب تمام، نتقابل بكرة ان شاء الله. سلام. بيقول ايه المحامي يا وحيد؟ كل حاجة هتبان بكرة في المحكمة يا حاج. محكمة! بعد إعادة تشريح الجثة بأمر المحكمة ووصول تقرير الطب الشرعي الذي باشر إعادة التشريح، ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بأن المجني عليه قد مات بسبب نوع من السم يسمى الليثيوم، وهو نوع من السم البطيء، وقد استطاع الطب الشرعي أن يثبت التطابق مع ما جاء في التقرير الطبي المرسل من معامل هامبورغ لكشف السموم، والذي أكد أن المجني عليه كان يتناول جرعات من السم منذ أكثر من 8 شهور، وحيث إن التصنيف الطبي لهذا النوع من السم يعمل مفعوله ويؤدي إلى الوفاة بعد دخوله الجسم بمدة لا تقل عن 8 أشهر ولا تزيد عن سنة، فبناء عليه حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم من تهمة القتل، وإعادة القضية إلى النيابة العامة للبحث والتحقيق من أجل تقديم الجاني الحقيقي. رفعت الجلسة. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حاج. يا كمال. مبروك يا كمال، ربنا يستر براءتك. الحمد لله. مبروك يا الحمد لله. الله يبارك فيك يا هادي. الحمد لله. مبروك يا كمال، الف مبروك. انا متشكر قوي يا رب. مش قلت لك يا لقاء سيد الدقاق مش هيلحق يتهنى بيكي؟ ادي اخرة لعب في عيش الدبابير. العبي لحد ما ترجعي.